واحد بصراحة مش عارف يعمل ايه. يعني الواحد بيقابل شوية ناس على الطريق، يعني مش عارف هما بيسوقوا ازاي وطلعوا رخص ازاي بجد يعني انا ماشي في طريقي عادي وهخش يمين من شارع كده. فبعدين الراجل اللي راكب ورايا قال لي لا مش هنخش الشارع دوت، هنكمل زي ما احنا في الطريق العمومي. فعادي بدل ما اخش يمين عادي كسرت شمال على العربيات اللي جايه ورايا وعادي عديت يعني والدنيا تمام. ايه المشكله يعني يا جماعه؟ ليه بقى الناس كلاكسات وبتاع وايه ايه يا اخوانا في ايه؟ عملت ايه غلط انا يعني؟ في حاجه يعني سبحان الله، يعني مش عارف الناس دي بتسوق ازاي. طبعا انا بهزر، انا غلطان جدا جدا يعني. الحمد لله ربنا نجاني، كنت هلبس لبسه وحشه جدا. كان في عربيه هتلبس فيا بطريقه مش صعبه جدا من ورا يعني. فالحمد لله ربنا استرها معايا. انا كنت بهزر بس. فعايز اطلع بس من الموضوع دوت بخطيره كده او بفايده، هي اللي احنا كلنا بنمر بظروف صعبة، وكلنا لينا أماني وبندعي ربنا سبحانه وتعالى بحاجات كتير جدا، وبنعتقد إن احنا ربنا مش بيستجيب لنا الدعوات دي. يعني مثلا أنا الفترة دي بمر بظروف مادية صعبة. الحمد لله رب العالمين على كل حاجة، ربنا يعديها على خير ويفكها علينا وعلى جميع المسلمين. بمر بظروف مادية صعبة زي 90% من الشعب المصري. الحمد لله أنا ربنا يفرجها. الشاهد ان انا بدعي ربنا وربنا يفرج علينا، والحمد لله رب العالمين. يعني ربنا بيستجيب بشكل او باخر انا ممكن اكون مش عارف. فالنهارده ربنا مثلا نجاني من حاجه زي ديت، وكتير منها بيحصل معايا جدا، كتير جدا بيحصل منها معايا على الطريق. فربنا نجاني من حادثه انا ما كنتش عارف انا ممكن اطلع من الحادثه دي ماديا هتكلفني قد ايه عشان اصلح مثلا الموتوسيكل بتاعي او العربيه اللي كانت هتخبطني، لان انا غلطان طبعا. ما كنتش عارف انا هدفع كام عشان اعالج نفسي. ما كنتش عارف انا هرجع سليم ولا لا، جسمي هيرجع زي الاول ولا لا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني حتى يبلغ الحمد لله ان ربنا استر معايا. الدعوه بقى او يعني ان ربنا هنا سبحانه وتعالى ينجينا من موقف زي ده، دي فعلا حاجه ممكن تكون اضعاف اضعاف تساوي اضعاف اضعاف الرزق اللي انت مستنيه واللي انت فاهم ان ربنا منعه عنك او حاجبه عنك. حاشا الله سبحانه وتعالى، وربنا بيديك الرزق المناسب ليك وبيدولك في الوقت المناسب ليك، وبيكشف عنك من الشر ما لا يعلمه الا هو. فدايما خلي عندك يقين في الله، واعرف ان دايما مهما بتدعي ربنا، ربنا دايما بيستجيب ليك بالشكل اللي يناسبك وبالطريقه اللي هو سبحانه وتعالى شايفها انسب ليك، والحكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فدايما خليك على يقين ان ربنا دايما لطيف بيك في كل حاجه، وفكر دايما في كل موقف بيحصل ليك، ويعرف ان الرزق مش دايما فلوس. الرزق ممكن يكون ستر، زي موقف زي اللي انا حكيت لك عليه دلوقتي. ممكن يكون حب الناس، ممكن يكون زوجة، ممكن يكون ذرية، ممكن يكون حاجات كتير جدا انت ما تتوقعش. فاحمد ربنا دايما على اللي انت فيه، وحاول دايما تتطلع للافضل ببذل المجهود والسعي والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. دي كانت حاجة بسيطة جدا حبيت ان انا اتكلم عنها. السلام عليكم.